لو اشل لك عمره تشل لي؟ ايه. وجزاك الله خير. هذه جائزة مقدمة من وكالة الحجر الأسود، ولا تروح على الهند زي عمي دلهوس تتزوج هندية؟ كله هذا. أنا اشتي رضا الله، أنا اشتي رضا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني عليك. عرفني أنا. اسمك؟ اسمي أحمد محمد قاسم. أحمد محمد قاسم. عم أحمد من أي محافظة أنت؟ من ريمة. من ريمة. ما شاء الله. كم عمرك؟ عمري 75 سنة. 75 لو 95. 95. بس شباب عادك يعني. أيوة الحمد لله. عادك حق زواجه ولا خلاص؟ من؟ عادك حق زواجه ولا خلاص؟ من بنات الحور إن شاء الله. أما من الدنيا ما عاد أما من تشتيش. الدنيا ما عشتيش، غدنا عاطي من حقين. طيب الشيخ توفيق يقول لي انك انت من الحبوبين حق الجامع، بركة الجامع. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب انت قد سبق لك سرت تحج ولا تعتمر ولا حجيت ولا اعتمرت؟ ما ولا قل لك ولا ردونا مع ايام الحمدي من جيزان قد احنا ندخلها. ليش ردوا؟ ردونا 12 نفر، كان الان حرب. يعني جيت في وقت مشاكل. ايوه ترك وقت مشاكل. وليش ما عاد سرت بعدها لمكة؟ ما عاد وفقني ربي، ما نفع واحد ما يفعل خطوة الا بقضاء وقدر. بقضاء. يعني هل هي المشكلة في صحتك ولا ما بش الامكانية ولا؟ الحمد لله. الحمد لله. الامكانيات معك ما تسمح لكش انك تسافر؟ السمع معي الا بين اذن قليل. اقول لك يعني انت ما سافرتش لانه ما بش معك فلوس؟ لا ما اسرك ولا من اين؟ من البلاد. يعني ما تسافرش مكة، ما رحتش عمرة، ما رحتش الحج لانه ما بش فلوس؟ ما معيش فلوس، ما بش فلوس. وتكاليف؟ ما بش تكاليف، ما بش فقير. من المساكين. تتمنى تروح مكة؟ تتمني تصير مكة؟ ايوه يا ساتر، ليل ونهار اتمنى ملاك ترجع لمن شاهد وانا وصير بالصبح. طيب يا عم احمد، لو اشر لك ذا الحين مكة ايش رايك؟ ما هن لو اشر لك عمرة تشل لي؟ وجزاك الله خير. تنبسط؟ تفعل حجته والله. طيب هاتوا يا شباب. عم احمد، الشيخ توفيق افتح له واقرا له يا الشيخ توفيق، اقرا له هي. هذه لك، هذه رسالة لك. هذه عمرة مجانية لك من وكالة الحجر الأسود. عمرة مجانية بلاش، تسير على حسابهم، آكل شارب راكب، تزور مكة والمدينة وترجع. يلا من أي وقت؟ اللي وقت اللي تشتيها. متى مشيك حتى بكرة. معك جواز؟ لا احنا قلنا لك ما فيش. الحين طلع لك جواز. نصوم شنو نجلس بصومنا؟ صوم بمكة أفضل. هكذا. أيوة. يلا نقطع لك ايش رايك؟ نقطع لك تشتيها ولا نديها لواحد ثاني؟ لا غدنا أنا على الله. نقطع لك جواز. نقطع لك. خلاص تم. إذا على منع مع منع تسير يا حاج. معك أنت قل. أنا ايش آخذك معي؟ خلاص. حاخذه إن شاء الله معانا، يطلع معانا إن شاء الله عمي أحمد من ريمة. نطلع إحنا وأنت وتوفيق، وين توفيق؟ خلاص فحط البيت. توفيق أخذ الجائزة ومشى. توفيق معنا. توفيق الواقدي. يلا ألف مبروك، هذه جائزتك. ألف مبروك لك، هذه هدية من أرحم الراحمين لك. تزور بيت الله وربي إن شاء الله يختم لك إن شاء الله ختاما صالحا هناك في مكة ولا المدينة إن شاء الله. ربي يوفقك. ربي كريم. وتدعي لنا. الله يحفظهم. وتدعي لنا. وجزاكم الله خير. وتدعي لوكالة الحجر الأسود. الوكالة. أيوة. الحجر الأسود. أيوة. هم اللي جابوا لك الجائزة، وكالة الحجر الأسود. خالص. قل الله يبارك لك. الله يبارك فيهم.
الله يعطيك العافية. الله يبارك فيهم ويوفقنا إليهم. الله يبارك فيهم ويوفقنا إليهم. يا ترى داخل البيت الحرام فأطوف سبعة حوله. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ نبيل النعامي. نبيل النعامي. حياك يا نبيل. إصابتك هذه منين؟ هذا بسبب إبرة عمري 7 أشهر ضربها بالغلط. الله. هذه بسبب الأخطاء الطبية. أخطاء طبية كانت يعني إبرة سببت لعشر الرجل اليمنى. طيب أنا عندي لك سؤال قبل ما يأذن، ودائما هذا الوقت بركة. وكالة الحجر الأسود واحدة من الوكالات، بل هي من أفضل الوكالات اليمنية الخاصة بالحج والعمرة. هي بتساعد في استصدار تأشيرات العمرة. كم الوقت اللي تأخذ هذه التأشيرة؟ 24 سنة؟ 24 شهر؟ 24 ساعة؟ والله مش عارف يعني، مش عارف كم يعني 24 ساعة ما عندك شيء. والله شوف أنت يعني شوف الرقم القريب منك. يعني 24 ساعة. 24 ساعة صحيح. شكرا لك أخي العزيز. هذه جائزة مقدمة من وكالة الحجر الأسود. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ اسمك الكريم؟ يحيى الدوس. يحيى الدوس. والوالد؟ علي محمد صالح النعامي. علي النعامي. علي محمد صالح النعامي. علي محمد صالح النعامي. يا مرحبا يا عم علي، يا حياك الله. حياك الله وعافاك الله. كيف امورك؟ الحمد لله. قالوا ناوي تتزوج يا عم علي. ما قال يلا بتسلحها. يلا بالاول. يلا بتسلحها. يلا بستر الحال. اي والله يلا بستر الحال. يلا بتسلحها. طيب انا عندي سؤال بسيط. تفضل يا مالك. والله لو جاوبته اعطيك جائزة طيبة خفيفة وحلوة. ان شاء الله خير ان شاء الله. تمام؟ خير ان شاء الله خير. طيب سؤالنا عن وكالة الحجر الأسود. هي تقدم الكثير من الخدمات. في خدمة جديدة أدخلوها قبل يعني فترة بسيطة. أنا بعطيك 3 خيارات وأنت جاوبني. تمام؟ اختار واحد منها. هل هي إصدار الجوازات أم معاملات الفيز ولا تأجير السيارات؟ أنا قلت خلت ولا علم ولا علم بحي. أنا أمي ما لا. طيب على ما أنا ماشيش تحقيق. مش تحقيق تقول أنا ماليش دخل. أمانة أمي ما أمان أمي بلا جاوز والله. ما قريت ولا كتبت. حرام والله ما علم والله ولا قريت ولا أمي أمان. طيب برغم إنه هذه ماشي الإجابة الصحيحة، لكن ما فيش واحد مع وكالة الحجر الأسود يخرج خسران. طبعا الخدمة الجديدة اللي بتقدمها الوكالة هي تأجير السيارات بالإضافة إلى معاملات الفيز. تبغى تروح حاج، تبغى تروح عمرة، تبغى تسافر مصر، ولا تروح على الهند زي عمي دلهوس تتزوج هندية. كله هذا. أنا اشتي رضا الله. رضا الله. ألف. حي أحسن. لو والله إنه أحسن. ما فيها. أحسن. رضا الله يرضى عليها بس. أحسن. ما هو رضا الله. هذه لك هدية بسيطة مقدمة من وكالة الحجر الأسود. مبروك. الله يكرمك. الله يسعدك على روحك وعلى عيالك. ولإسماعيل حجر جانب الكعبة لم يخب من قد أتاه ودعا ربه. عرفني عليك. أحمد صالح ناصر السواري. ما شاء الله يا عم أحمد. كم عمرك؟ عمري 76. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. مواليد 48. يعني حضرت الثورات من مواليد 48. من مواليد 48 يعني من أيام الثورة. كانت الإمام يحيى وأنا موجود. وأنت خلق. موجود. كيف صنعاء هذيك الأيام؟ صنعاء هي جنة دائما. أين أحلى هذيك الأيام ولا هذه الأيام؟ في الحلا ولا في الشوح؟ في الحلا وفي الراحة. هذيك الأيام. ليش؟ هكذا لأنه كان أحكام فيها جاري بما أنزل الله ما فيها كلام. وكانت الدنيا سهلة وكل الناس بسيطين كلهم. والفلوس موجودة. موجود ولو قليلا لكن موجود. ما شاء الله. طيب يا عم أحمد أنا عندي لك سؤال. في وكالة الحجر الأسود
هذه واحدة من أفضل الوكالات التي تعنى بالسفر والسياحة والحج والعمرة ورحلات والحج والعمرة. يمكن التواصل معها بوسائل عدة. هل من هذه الوسائل الفاكس؟ هذه اختيارات، تقول لي أنت واحدة من الاختيارات، الفاكس ولا التليكس ولا التطبيق الإلكتروني؟ الفاكس. الفاكس على أيامكم، ما عاد في فاكس هذا اليومين. هذا ما عرفت إن شاء الله. طيب أنا قلت لك الفاكس ولا التليكس ولا التطبيق الإلكتروني؟ التطبيق الإلكتروني. ولذلك وين الظرف يا شباب؟ بس أنا ما راح أقرأ لك الظرف، أخليك أنت تقرأ بنفسك. لا لا شيء. أنت تعرف تقرأ؟ لا شوي. اقرأ لنا إيش مكتوب. يلا خرج النظارة. طلعت النظارة. ها تي استدوه وجهك. لا أنت تقرأ. شوف الحجر الأسود. أيوه. أمر مجاني مقدمات من وكالة الحجر الأسود. يرجى الذهاب إلى المكتب للبدء في إجراء المعاملة والسفر. والجواز والمكتب موجود العنوان عندك، كل العناوين وأرقام التلفونات، والشباب حيتواصلوا معك، حياخذوا رقمك إن شاء الله. إيش رأيك؟ جزاك الله. هتروح تستاهل. يعطيك الطيبة. الله يقيمني أنا وياخذ رحمته. الله يقيمني أنا وياخذ رحمته. نحو بيت الله شوقي يا أبي يشتد، حلمي تقبيل ذاك الحجر الأسود. ولإسماعيل حجر جانب الكعبة، لم يخب من قد أتاه ودعا ربه.